السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بصحة وخير. النهارده يا جماعة هنعمل معاكم لحمة ماسورة. الماسورة دي يا جماعة مفيدة جدا، مفيدة للركبة والعظم. هنحطها طبعا في الحلة الضغط. بسم الله. اللحمة دي عشان كبيرة انا بستغل بقى اللي انا عندي حلة ضغط واجيب لحمة كبيرة. اللحمة الصغيرة سعرها خلاص بقى غالي قوي. دي بقى جزرة، طماطميتين وبصلتين ورق لوري. طبعا بنحط كل الحاجة بتاعتها، وهنحط فلفل اسود، وهنحط هنحط حبة ملح، يعني حبة صغيرين كده كده حلة ضغط. وهنحط المية بتاعتها. حطينا فلفل اسود وحطينا المية بتاعتها وحطينا معلقة ملح، حطينا حبة سكر صغيرين خالص. اهو يا جماعة بقى اتأكدوا، كل مرة اقول لكم اتأكدوا من قفلة الحلة عدل. اهو هنحطها نص ساعة. اللحمة الكبيرة دي انا بحطها نص ساعة. هنعمل معاها ملوخية مع اللحمة. عملنا قرطفناها وغسلناها وصفيناها. خرطها بقى. بسم الله. بصوا يا جماعة بحب اخرط كده قرن فلفل مع الملوخية، بيديله طعم. بسم الله. في ناس بتحب تعمل الملوخية ديت في الكبة، بس صراحة ما بتبقاش لها طعم. مفيش احلى من المخرطة كده. احنا زمان بنحط الكيسة كده ونقعد على الطبلية، في احلى من ايام زمان. يا جماعة هنعمل معاكم جلاش النهارده باللحمة المفرومة كمان. شوحنا البصل وحطينا فيه اللحمة، وده مرق الدجاج وتوم بودر وبصل بودر، فلفل اسود ومعلقة بابريكا وكزبرة. الحاجات دي بتطعم البتاع. وهنحط جوز الطيب كده ونبشر لنا حبة. هاتي كده بس يا جماعة نبشر جوز الطيب كده. جوز الطيب دي بتتجاب مطحون عادي عند العطار، وبتتجاب كده، بس احنا ما لقيناش مطحون. بس بقى هندوق بقى ملحها. هي خلاص كده، هي ما بتاخدش سوى التعصيجه، ما بتاخدش سوى على النار. بصوا يا جماعه جبنا صاج اهو، حطينا فيه سمنه. هنرص بقى الجلاش. بسم الله. اهو هنرص كده وايه، نلحس بس السمنه كده عشان ما يلزقش، يعني يبقى مورق. بسم الله. ويا جماعه الصاج الكبير ده ياخد له من 3 جلاشات ل 4 جلاشات، يعني اللي عاوز يعمل، يعني عشان الخلطه تبقى حلوه كده. بصوا حطينا 1.5 فوق و1.5 تحت ولا ايه، وهنحط 1.5 فوق، يعني 3 جلاشات عشان لسه اللحمه كمان. بسم الله. بصوا يا جماعه رصينا اللحمه اهي. هنحط بقى الجلاش، يعني الجلاش بس ايه، حاضر اتقطع كده مننا. ايه ده؟ ما يجراش اي حاجه بردك، مش هيترمي، هيترص، يبقى في النص. يعني الجلاش هيتقطع منك، حطيه في النص، في نص الصينيه. بصوا يا جماعه اهو لازم يتقطع. بصوا يا جماعه لازم نقطعه قبل ما ندخله الفرن ونسقيه بقى. نشوف هنسقيه لبن هنسقيه شوربه، عشان تعيدي على الخلطه كده، ولما تطلع تلاقيها سهله معاكي. ما ينفعش تدخليه عامه اي جلاش، هيطلع لك فطير مش هيطلع لك جلاش. لازم يتقطع قبل ما يخش الفرن.
عشان لو ما عملتوش هيطلع فطيره مش هيطلع جلاشه خالص. قطعي بقى التقطيعات اللي انت عاوزاها حسب ما بتاكلوا. بصوا يا جماعه نحمر حبيسان عصفور معاكم اهو. حطينا حته سمنه، وهنحمر حبه لسان عصفور معاكم. بصوا يا جماعه هننزل كده بالشوربه. عندكم لبن نحطه على البيضه براحتكم، بس انا عندي شوربه كده هنزل عليها بالجلاش عادي يبقى مورق وجميل. مش شرط يا جماعه لبن، مش شرط بيض، مشوا ايامكم كده عشان تمشي. حاجه دلوقتي بتكلف. الشوربه برضه بيبقى حلو وجميل. بسم الله. هنسيبه كده يشرب مع نفسه وبعد كده ندخله الفرن. ملوخيه حطينا الشوربه على النار وحطينا فيها مرقه ماجي وحطينا فيها حته تومه مهروسه. هننزل بيها بقى، هننزل بالملوخيه كده. بسم الله. بصوا يا جماعه صينيه الجلاش في الفرن، ولعوا عليها تحت وفوق الشوايه والبوتاجاز، واقعدوا بقى دوروا فيها كده عشان ايه تتحمر من الجناب يعني. بصوا يا جماعه حطينا الملوخيه اهي. هنلمي بقى الريم بتاعها كده بسم الله في طبق كده، وبعد كده بقى ننزل بالطشه. يعني هنحمر تومه معاكم برضه ثواني بس. بصوا يا جماعه اهو لميت الريم. اول ما الاقيها بقى غلت من على الطرف كده ندفي عليها. هي ما بتغليش الملوخيه، ما بتتغطاش عشان ما تسقطش في القعر. ايه يا جماعه حته سمنه اهي. هننزل بيها بالثومه وحبه كزبره. ايه يا جماعه نزلنا من معلقه كزبره تصفر كده تدي لون الصفران المصفر ده. هي مش لسه متعملش دلوقتي بس هي الكاميرا مديها كده تدي لون الاصفر ده المحمر ده. بعد كده ننزل عليها بالملوخيه وهو العصفور. حطينا له الشوربه ونقفل عليه خلاص هو استوى خلاص. ايه يا جماعه التومه اهي. السمك بتاعها حلو، هو لا خفيف قوي ولا تقيل او مظبوط. ماشي. بصوا يا جماعه طلعت من الفرن اهي. هنعيد عليها بقى ايه اللي احنا قطعناها نمشي عليها تبقى سهله معانا. اهي بصوا بسم الله. ولما تدهنوا الصينيه ولا الصاج سمنه من تحت هتفك معاكم بسهوله، يعني مش تبقى ماسكه في الصينيه. انتوا برضك سلكوا كده، سلكوا الجناب كده عشان الخلطه تطلع بخلطتها. يعني بصوا الخلطه تطلع بخلطتها ازاي، مش لازقه تحت اهي. يا جماعه ورجعنا معاكم نهايه الفيديو اهو. الجلاش ما شاء الله التسويه بتاعته جميله طري، يعني مش ولا ناشف ولا طري، حلو. الملوخيه اهي واللحمه. حاله الضغط بتخلي اللحمه زبده زبده زبده. اللي ما عندوش حاله ضغط يا جماعه نص ربع معلقه سكر مع بلحتين اللحمه هتبقى زي الزبده. وسائل عصفور والمخلل طبعا ما يحلاش الاكل غير مخلل. والعيش عشان نغمس بالملوخيه عشان مش عاملين رز. يلا يا جماعه يلا يا جماعه شوفوا فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير، تفعلوا الجرس، اكتبوا لي كومنت حلو. السلام عليكم.